السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى واجمل اخوات في الدنيا كلها، يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا فيديو جديد وطريقة جديدة لتخزين البامية. ان شاء الله يا رب الطريقة تكون سهلة وبسيطة وتعجبكم، بس ارجو انكم تجربوها في شوية صغيرين علشان ما ترجعوش تزعلوا مني وتقولوا ان انا قلت لكم على طريقة مش حلوة في تخزين البامية. انا الحمد لله جربتها وما شاء الله طلعت جميلة بالنسبة لي، فانتوا شوفوا جربوها في شوية صغيرين وقولوا لي ايه رأيكم. وقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا هنصلي على رسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. بسم الله نبدأ الفيديو بتاعنا. وزي ما انتم شايفين الجمال البامية بعد الطبخ، وكمان ان شاء الله بعد ما هنفرزها هقول لكم انا مدة التفريز كانت قد ايه بعد يعني قبل ما نجربها في الطبخ. وزي ما انتم شايفين انا برضو قلت ايه انا هجربها لكم